عليكم متابعينا الكرام، إذا كنت تشجع حمزة عبد الكريم هذا الشاب المصري الموهوب لايك واشتراك على الفيديو. تعالوا ويانا نتكلم عن تفاصيل اللقاء اليوم وما فعله المصري حمزة عبد الكريم الذي سجل أول أهداف له بقميص نادي برشلونة بي، يعني يعتبر نادي برشلونة الشباب. هل يستطيع إثبات نفسه في الفريق الأول بديلا لليفاندوسكي؟ ما في شيء مستحيل في كرة القدم، ولو اللاعب تألق ما أحد راح يحرمه من فرصته. إذا نتكلم ونتحدث عن هذا اللاعب الذي رسميا سجل أول أهدافه كمصري. طبعا حمزة عبد الكريم لعب حتى الدقيقة 73، حصل على ركلة جزاء، سجل هدف مميزا برأسية، انطلاقة رائعة تبشر بمستقبل كبير لولدنا حمزة يعني عبد الكريم. الفرعون المصري يبدأ مشواره في إسبانيا بطريقة ولا أروع مع شباب البلاو جرانا شباب برشلونة، يعني مباراة قوية قدمها أمام هويسكا في الدوري الإسباني للشباب. حمزة عبد الكريم مستقبل باهر إن شاء الله، وإن شاء الله نتمنى أن يكون بديل لفيران توريس. أخواني أصدقائي الأعزاء، بالنهاية يعني نتمنى أنه يكون له مستقبل واعد، وما في شيء صعب وما في شيء مستحيل، وكل حاجة واردة في كرة القدم. لكن إن شاء الله نطلب منه أنه العمل أكثر وأكثر، وما يكون عنده سقف الطموحات، تكون طموحاته مفتوحة، يعني تناطح على السماء. والدعم من الجمهور له أهم حاجة، يكون إن شاء الله دعم معنوي ودعم إيجابي له.